اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. يا رب دايما تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال دايما باذن الله. طبعا احنا معانا النهارده حلقه مهمه جدا جدا جدا، كلكم هتحبوا ان انتوا تسمعوها. مع حلقه فيها يعني حصريات كتير، وهنتكلم وهنتناقش عن اللعيبه الاجانب اللي الاهلي المفروض يشتريها وكل الاحداث المهمه. بس في البدايه يا ريت ان انتوا تعملوا لنا لايك الفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، عشان ده مهم لينا جدا جدا جدا. وده بيخلينا ان احنا نتحفز ان احنا نعمل كل حاجة انتوا حابينها. طبعا كل حاجة مش احسن حاجة، كل حاجة مش افضل حاجة، بس بتحفزكم لينا ان شاء الله نقدر ان احنا نجيب لكم كل حاجة، وان احنا نقدر نطور من نفسنا. طبعا احنا بنحاول وبنسعى، مش واقف بس غير دعمكم لينا ان شاء الله. يكون نكون عند حسن ظنكم في ان انتوا تتابعونا، وان انتوا تقدروا إيه يعني تدعمونا ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه دي. ده يكون حاجه يعني فوق دماغنا. وانتوا طبعا اكيد مش هتخسروا حاجه لما الفيديو يعدي من قدامك وتعمل لنا لايك وكومنت، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون في تطور من احسن لاحسن لاحسن. وتابعونا، احنا يعني كل فتره بننزل سلسله مناقشه عن حاجه معينه. هتلاقوا عندنا كل اللي انتوا عايزين تقولوه بكل التفاصيل، وان شاء الله احنا نكون عند حسن ظنكم. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة. طبعا احنا بنتكلم على الانتقالات الشتوية للنادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي كان المفروض يجيب رأس حربة في فترة انتقالات الصيف، وطبعا الأهلي وإدارة النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله ربنا وفقهم، ما جابوش أي حد. أنا بتريق، أيوه أنا بتريق علشان إدارة النادي الأهلي بتنتهج نهج غريب. احنا ليه بخلة؟ حد يقول لك لا ده مش بخلة، لا بخلة. بخلة اقول لك ليه بخلة؟ لان انت لما يبقى معاك فلوس تبني مباني جديده، لما يبقى معاك فلوس تقعد تعمل انشاءات جديده، لما يبقى معاك فلوس تعمل فرع كامل جديد وتبنيه من اوله لاخره وتجهزه بكل التجهيزات. فانت حد معاك فلوس، الفلوس اللي انت بتصرفها دي تجيب بدل اللاعب 10. احنا الحمد لله كل 3 4 شهور بنفتتح فرع جديد، كل 3 4 شهور بنجدد منشأة جديدة، كل 3 4 شهور بنجهز مكان جديد. فاحنا الحمد لله صارفين فلوسنا كلها على الانشاءات وعلى التجهيزات، فاحنا مش قادرين نجيب لعيبه. طبعا الاداره بتصرف مرتبات عفوا. الاداره بتصرف مرتبات للعيبه وموظفين. الاداره بتعمل كل اللي احنا قلنا عليه ده، فهتجيب فلوس منين؟ هتجيب لعيبه كويسه. فاحنا الحمد لله بنروح نجيب لعيبه بالقسط. تخيل النادي الاهلي اكبر فرقه في افريقيا وعندها إيه الحمد لله يعني كل البطولات اللي ممكن تتخيلها، بنروح نجيب لعيبه بالقسط. ليه بتجيب لعيبه بالقسط ليه؟ طيب انت ما عندكش دخل؟ لا عندك دخل. تعالى نعد الدخل بتاعك. انت عقد الرعايه بتاعك السنه دي عامل كام؟ ما شاء الله معدي نص مليار جنيه. انت عندك محلات تأجرها بكام؟ مبالغ محترمه. طيب انت عندك اشتراكات للنادي بكام؟ مبالغ محترمه. انت عندك فروع بتتفتح جديده، الفروع دي بيجي عليها اشتراكات للنادي. الاشتراكات دي بكام؟ انت عندك تجديد اشتراكات لكل الفروع دي، التجديد ده بكام؟ ايه اكمل. عندكم فلوس في البنك حاطينها بتجيب لكم فوائد كام؟ عندكم تكسبوا بطولات، صح؟ تكسبوا بطولات، كل بطولة تكسبوها تاخدوا فيها كام؟ بتخشوا كاس العالم تقريبا كل سنة او كل سنة. دخلت كاس العالم بكام؟ لما توصل مركز فيها بتاخد فيها كام؟ كل مركز بتعديه بتاخد عليه فلوس. الفلوس دي كلها تروح فين؟ موجودة في النادي الاهلي. طب انتوا بخلة ليه؟ ما تجيبوا لعيب. ايه المشكلة؟ هيحصل ايه لما تجيب لعيب زي امارال اللي بيلعب في الدوري الصيني؟ لعيب تكلفته تخش في 3 4 مليون دولار. ما تجيبه. مارسينهو انت عايز تجيبه ب2 مليون دولار و2 200 و2 300، وهما كانوا عايزين 4، بعد كده وصل معاك ل3، بعد كده وصل معاك ل2 800. فبيراميدز دخل وعلق عليك الصفقة. طب ما انت كنت ممكن تخلصوا ايه يعني؟ فرق 2 300 من 2 800 ما تخلص وتجيب؟ لا، مع ان انتوا عارفين ان كولر كان هيموت عليه. كولر عايز مارسينيو بأي شكل. ليه؟ طب أنا رأيي النادي الأهلي من المحترفين تسيب منه أليو ديانج وتسيب علي معلول. أنت محتاج حد تاني للموجودين؟ سافيو
ماشي. سافيو. مشي بيرستاو. شكرا كده. شكرا. كريستو احنا لسه هنبص عليه. طيب والله انت المفروض يبقى عندك معلول، سافيو، كريستو. عندك اتنين تمشيهم، وعندك كمان واحد تحت السن، يعني انت ممكن تجيب تلاتة أجانب. انت ممكن تجيب مارسينيو، ممكن تجيب أمارال. أنا بقولك على فرقة تاكلوا الزلط. تجيب مارسينيو وتجيب أمارال وتجيب لعيب تحت السن. إيه... لعيب كورة، بلاي ميكر، عيل حريف، واد حريف، يلعب كده مع سافيو قفشة. طلعه إعارة أو بيعه دول الخليج، جيب لك مبلغ محترم. انت كده يبقى انت عندك سافيو، واحد صغير في السن تحت السن. عندك اتنين يلعبوا بلاي ميكر. عندك عبد القادر ومارسينيو بيلعبوا ناحية الشمال. عندك كريستو وحسين الشحات بيلعبوا ناحية اليمين. عندك أمارال بيلعب راس حرب، وما أدراك ما أمارال. دبابة برازيلية مهارية بتنجانية أسوانية كل حاجة، ولاعب ممتاز. انت متخيل بقى انت كده عندك خط الهجوم عامل ازاي؟ الله اكبر. خط الوسط بتاعك متعرفش تتكلم عليه. سولية، ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، أربعة الله أكبر عليهم. وعندك كمان تحت كمان ناشئين وشباب، كوكا ورأفت خليل واللعيبة اللي انت جايبها من وادي دجلة عندك عندك خط الوسط ده من أكتر الخطوط المميزة في النادي الأهلي. عندك في الدفاع عندك كل المراكز، بس انت ممكن فترة الصيف ساعتها تدعم بباك ليفت. انت عندك الباك رايت انت دعمته، وعلى الموسم الجديد يبقى رجع لك كمان أكرم توفيق، فانت مش محتاج حد. فالباك رايت المدافعين ممكن تجيب لهم مدافع تقيل، حد كده في قوة أحمد حجازي، يكون لعيب تقيل، بس ده اللي انت محتاجه. فانت في الشتاء ممكن تبقى عايز تجيب باك ليفت وتجيب حارس مرمى مع الشناوي عشان بدأ يستهبل. باك ليفت، حارس مرمى، ومدافع، بس مش محتاج حاجة تاني. ده لو جبت مارسينيو وأمارال، لعيب تحت السن، يكون بلاي ميكر، لعيب كرة حريف. أنا أقول لك أنت تدخل روح تنافس كأس العالم. أه، تروح تنافس على كأس العالم. أنا معاك خط هجوم عالمي. كل الفرق اللي أنت هتلعبها هتبقى ضغطاك، هي اللي بتهاجم. أنت عندك ده مارسينيو، ده لو راح يا لهوي، يا لهوي. مارسينيو ده لو راح محدش هيجيبه. مارسيليو يدي الأمرال، سافيو يلعبوا مع حسين الشحات. عيش يا باشا بقى فرقة، يا لهوي. بس احنا للأسف نروح نرمرم، وعايزين نرجع تاني نجيب جاكسون موليكا، وبشكتاش تقولك ب8 مليون، وال8 مليون بيع نهائي. النادي الأهلي يقول له طب والنبي هاتوا 6 شهور ب500,000 دولار. شغل شحاتة. النادي الأهلي الإدارة ماشية في شغل شحاتة، شغل غريب أوي. يلا عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، إن شاء الله يعني تابعونا في الفيديوهات اللي جاية، وإن شاء الله اللي جاي جديد، وكل اللي انتوا بتتمنوه معانا إن شاء الله يعني. متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا كومنت لطيف ظريف خفيف كده إن شاء الله. وبإذن الله الفترة اللي جاية يكون كله جديد في جديد. شكرا ليكم، سلام.